كنت دايما بتخيل انه القرآن لو محفظتوش وانت صغير مثلا يعني فات الاوان خلاص، عارف. دايما بيقولك كده، بيقولك احنا لما بنكبر ايوه قدرة على آه الحفظ وكده. بالظبط. ده انا حاسه كلام فاضي، اه وعايز ابقى مؤمن ان هو كلام فاضي، عشان دي حاجة محبطة جدا. انا ربط الموضوع اساسي بفكره الفتح دي. قلت لك القران مش مزاجك، مش بقدرتك، مش مم، بسنك. بالظبط كده. انا بشوفها كده والله يا جماعه. حلو. احنا ما كناش على الحفظ. مش لازم. طيب فاللي انا احفظوا يا عايز جماعه القران، اقوله، حفظ القران مهم. اللي انا عايز اقوله طيب انه اتكلم انت في وقتك. اسمع يا ابني بقى. ماشي. احنا عندنا حياة واحدة، وانا مش حاسس انه اي حد فينا آه، يقدر يافورد، يعني يافورد يتحمل. يتحمل فكرة انه ما ياخدش نصيبه من القرآن في الدنيا. يعني مفيش حاجة اسمها انه قشطة انا فات الاوان ان انا بقى لعيب كورة مثلا في الدنيا، فخلاص عادي بقى هبقى احصلها في الاخرة، مش مشكلة، عارف. او ما ما ح- ما عادي يعني. عادي، فاهم. ما حصلتش على البيت الفلاني ولا الحياة الفلانية، مفيش مشكلة في الآخرة. مفيش آخرة من غير القرآن، عارف. يعني مفيش آخرة من غير القرآن. والكلام اللي احنا قاعدين نتكلمه ده كله، احنا قاعدين نتكلم في الكلام ده عشان هو القرآن فعلا هو اللي هيخرج الواحد من صراعات الدنيا، هو اللي هيفكر الواحد بإيه الحاجات المهمة، هو اللي هيخليك تتخلص من العادات الوحشة والذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة، هو اللي هيفكرك بالصح، هو اللي هيخليك تحب الناس المتدينة، اللي انت تقدر تبقى صحاب معاهم عشان تبقى احسن، هو اللي هيطهرك، هو اللي هيخليك تروح لربنا، هو اللي هيخليك اما اسم ربنا يذكر قلبك يحن، هو اللي هيخليك تبقى مسلم كويس، هو اللي هيوصلك في الجنة في الاخر. ففكرة ان احنا نشوف فعلا ان القرآن ده حاجة نازلة لبعض الناس ان هم مثلا يحفظوا القرآن عشان يبقوا مثلا ائمة مساجد مثلا، دي نظرة قاصرة جدا. القرآن نازل لينا كلنا، و... وما ينفعش خالص احس ان انا مش من الناس اللي القرآن نازل عشانها، او القرآن نازل عشاني، عشان انا انتفع بيه، مش عشان اطلع اعمل فيديوهات بقرأ القرآن او بفسر القرآن. هو مش ده الهدف، بس مش لازم اطلع اعمل اللقطة بتاعت ان انا اربط الايات ببعض بالعلم بالمش عارف ايه بالكلام ده. مش هو ده الهدف. مش الهدف ان انا اعيط زي ما انت قلت، مش الهدف ان انا احفظه عشان يبقى مسموح لي ان انا ائم كويس. لما كنا مع بعض في الاعتكاف، ودي حاجة مشهد انا عمري ما هنساه كويس. انا بشوف ان انا في الدنيا انا محقق شوية حاجات كده يعني الحمد لله، بتخليني ايه دنيويا تقيل شوية الحمد لله يعني. بفهم شوية في الدنيا، مثقف شوية، بفهم في كذا حاجة ومش عارف ايه. لما جيت اتحطيت في مكان الميزان اللي فيه هو القرآن بس، ان انا قاعد في وسط ناس عادي احنا بنهلس مع بعض في الحياة ومش عارف ايه، هم الشباب دي يعني لو انتوا مش فاهمين يعني، بنهلس مع بعض وبنهزر ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين اتحطينا في مكان هم بيطلعوا يصلوا عشان هم حافظين ما شاء الله، وناس تانية ومش عارف ايه، وانا في الميزان بقى، فاهم. انا ما عنديش اي حاجة احطها في الميزان عشان ابقى جامد في المكان ده، فاهم قصدي. نطلع بره قشطة، انا هعلم عليكم في اي حاجة. طب في المكان بقى اللي الحوار ليه لازمة عند ربنا، انا ايه، فاهم. فدي حاجة انا برجع لها كل شوية، انا برجع افتكر كل شوية قشطة يا عم انت راجل عظيم وجامد ومش عارف وبروديوسر ولا مش عارف ايه ولا دي جي ولا بتاع، فاهم. وبعدين عارف ماشي. ان بس